المقادير التي نتكلم بها وأنها يعني لا توجد لديها مال. عموما هذه المرة لقد وفرنا لكم سيداتي طبخة تتوفر في جميع كل بقعة كلمة. عموما ندخل في تفاصيل هذه الحلقة. أول شيء النظافة، اغسلي يديش ورجليش، والأفضل أنت تكون توضي وتصلي. إيش من الخبر هذا. عموما ندخل في تفاصيل الحلقة، وهي فوطة خضراء ليش؟ تفرديها تجاهش عسى عمل انت. عموما اذا لم تجد خضراء فبنفسجي او برتقالي او مزيجي بعض الالوان حتى تتوفر لديك القدرة على تقضية اي حاجة. وان لم تجد يعني في اي خلقة، واذا ما بش ضروري نهائيا. عموما المقادير ضاصة فاضية وقسطير، وهو الذي قسطير، ومفاتيح البيت حتى مش بعد تمكنيها مدري وين العيال هكذا. بصل، وهو بصل اصلا من الهند، اول حاجه يسمى بصاله لا ولا غايه. طبق فاضي لو جيت فيه اي شيء بس اغسليه رجعا، انت عارفه زوجتك ايش قال المره الاولى. قرص ماء حتى اذا تعبتي تشربي، واذا ما طرحي ما يضرش انت. ملخاخ ليش؟ والله ما لي علم عن الاول من اللي جاب. عفوا سيدتي هذا مش الطماطس ثنتين هي بالنظوره بالعربي، وباليمني تمتصها، وملعقه تاخذوا فيه اللبن. هنا من ادوات هذا السكاكين بجميع انواعها. شوفي هو هكذا تسمى التقضيع. إذا مسكت الجنب هكذا فهو ضعن مشالق، ونحن ضد الطعن المشالق، نحن جينا على أساس الطبخ. عفوا الملح، وهو أساس الحياة، وأكثر الناس يقول الحياة لابد فيها ماء وملح، وكذلك عذر على أساس إيش؟ تكوني تعطري يديش على أساس أنت دارية زوجك يجي وأنت مش بصل مش ثاني. عموما في باقي حاجات كثيرة ممكن نتكلم فيها بس مش ضروري اليوم. منو هذا؟ وأيضا يعني هذا حق القمامة إذا بصل ولا حاجة، نفايات ومناديل حتى تطرحيها هنا وقت الأكل، والثاني حتى تنشفي. عموما نبدأ بالطريقة. خذي البصلة أو خلي البصلة في الوسط وابدأي بتقطيعها. أول ما تقطعيها قطعة عادي، وثم تقطعي مرة ثانية. السكاكين ماشي حد عندما تصدق إنه واحد فعل هكذا ضمطسة ومكتوب فيها الله سبحان الله، بس هذا إحنا ما ندخلناش في الموضوع. بزي الصغيرة ممكن الصغيرة تكون أفضل. شوف وهكذا استطعنا. الصغيرة كانت أفضل فعلا. الكبيرة لا كسرت الصاج، وبعدين تقطعيها شرائح. ابدي بتقطيعها قطع صغيرة، ومن ثم في هذه الحالة ذكرت ولدي مسافر. عموما طبعا من أهم شيء في الحلقة وهو المناديل، وهذا تسمى دموع التماسيح في بعض الحلقات. بعد ما تقطعين تقطع قوي على اساس النظافة بيدش، افضل ان انت تفعلي بيدش. ومن ثم تخلي هذه الحالة، لانه قد انت تعبة الصدق تأتي بالطماطيس وهو يسمى البندورة، تجي تشطيها في السكينة الصغيرة. وين تجيب هذا؟ في القمامة، صح؟ لأنه بعض النسوان ما يجيش معهم قمامة، فايش يقع من المفك ما فيش داعي له. تبي تقطعي الطماطم. شوفي لاحظي سيدتي، وهذا طبعا طبعا أنا درست في باريس لمدة كثيرة. ومن ثم تأتي بالصحن الثاني الصغير اللي هو فاضي، ولازم اللي طبعا وحتى تكون الطبخة
متوفرة لديك. قد نحاول أكل، ومن ثم حتى تتوفر لديك المهنة. إذا أنت تريدي هكذا استطعنا أن احنا نوفر 2 أكلات. إذا أنت تشتري أكلة واحدة أخلطي هذا وين الملعقة؟ هكذا استطعنا أن احنا نوفر لك سيدتي طبخة تسمى سلطة الشباب. وهي من أفضل السلطات. معنا الملح ذري الملح ضروري. فإذا كان زوجك لا يعجبه البصل ممكن تنقيهن، حاولي أن تكبري اللحم. وطبعا معنا اتصالات من الخارج. معنا الاتصال الأول من نبيلة. ألو؟ من بدايات ألو؟ المحبة. مساء الخير. مساء النور والعافية. ما شاء الله عليكم طباخين. لا تحرجينيش أكثر من اللازم. ممكن نسأل بعض الأسئلة حسب اختصار الوقت؟ تفضلي. وكنا نشتي نسألكم يعني لو واحد مثلا ما يشتيش البصل تحرق عينه ما يفعل؟ شربات شربات خضر يبلين بين الماء. أيوة. ويغسل الله أعلم لأني هذا انقطع الاتصال. أو معنا اتصال آخر. ألو. يا أخي الطبخة هذه هي يمنية ولا فرنسية؟ كثير سألوني هذا السؤال وأجبتهم أنه مخلط ما بين اليمني والهذا. عموما هناك طبخة أخرى إن شاء الله في معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا أخو بس نبى نعرف متى بتكمل الطبخة؟ الآن جاهزة. جاهزة؟ أيوة. والله قرب. طبعا لازم المنديل تبع لها أنا على أساس طبخة اليوم. إيه طبخة. قدرنا المقادير كلها ما يعني حلو عشان كل واحد بقدر الفرش مديت رجلي. أقول حاجة. إيه. والله أحسن حاجة في الطبخة أسنانك. عموما طبخة أكل لاما ثقر، وهي طبخة من تأليفي وإخراجي، وهناك بعض الطبخات سنأتيها في مرة. معنا اتصال. ألو. مساء الخير. مساء النور. كيف انت يا ولدي؟ أهلا وسهلا. ما شاء الله ان الذي يسبر الوكالة هذا ما بلا يلبس عمان. قصتش هذا؟ الكوفية. براحتش. وياكلها على خبز ولا على ما هي الكوفية ولا لا؟ الأقلية. بأي شيء. بأي شيء. ممكن حتى ببسكوت. بسكوت. هيا شكرا. من معي؟ الحج فاطمة. كيف أنت أم فاطمة؟ تتنشكل. ضربوا لي شبرا ولا معه؟ ما هو؟ خلاص مع السلامة. لحظة. ها؟ هذا الأكل قلت لي ما يسموها؟ يسموها أكلة كلها ما تقر. هيا مع السلامة. مع السلامة. وهي تتوفر في أي ما طبعا. شكرا. انقطع الاتصال. وكما تعودنا أنه في الأخير نطرح لكم رقم البرنامج ورقم المطبخ أو المطعم الذي تريدون أن تحصلوا على هذا الطبخة، وهو موجود في الشاشة يشهد المخرج. عموما وتأكلها بالهنا والشفاء. بالنسبة لي أنا يا شعب. باي باي.